هفضل اتحكم فيك لحد اخر يوم في عمرك. قلت لها كداب. قلت لك دي بتتعرض للخطف. انت استاذنتينا؟ ما انت كده ممكن هما جايبيني هنا عشان لا 15 سنه انت معذباني. هما جايبيني ليه؟ لا حضرتك ما ينفعش تخشي التصوير. هما جايبيني ليه؟ بنت اخويا واتحكمت فيها من ساعه بنتي ما ماتت. مولعه في نفسها برضه بشهاده الشارع، ابنها البكري متوفي من تحت. هما جايبيني ليه؟ انا بستنجد بيكي. دي بتتعرض للخطف. من مين؟ من اللي بره دول. واحدة بتقول لك اديني بطاقتي. لا انا دي عمتي وانا اللي مسؤوله عنها. لا يا مش مسؤوله عني، مش عاوزاكي. ايه طب انت استاذنتينا؟ اقفي معايا، الله يبارك لك في صحتك وفي عافيتك عينيا ويخلي لك ولادك. عينيا. وصلت لقيت خناقة بين ست كبيرة وبين اتنين عايزين ياخدوها بالعافية. بيت محمود بس حضرتك هما جايبيني ليه؟ انا بستنجد بيكي والله بستنجد خلاص بيكي. انا جيت على استاذني مننا الاول. هما جايبيني عشان اصور. ماشي اوكي صوري ايه؟ طب انت استاذنتينا؟ ما انت كده ممكن هما تعملي جايبيني هنا عشان اصور. فين الحاج؟ عمتي هي واخدينها مني. اهلا 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 يا اهلا وسهلا، تعالي لي يا اختي من زمان. اهلا وسهلا. تعالي لي من زمان جايباها. ما انا جيت بعت لك ياما، بعت لك ياما. اهلا وسهلا اتفضلي. صوتك هيوصل يا حاجه، ما تخافيش. اقعدي يا حاجه، اقعدي يا حاجه. ما تخافيش. انا جايلك من مصر مخصوص، سايقه في أنا عارفة. المطره 3 ساعات. عارف. اضطريت اقفل عليا انا وهي باب عشان اعرف افهم القصه بعيد عن الخناقه. قلت لك دي بتتعرض للخطف. من مين؟ من اللي بره دول. مش عايزه تروح معاهم، مستولين على بطاقتها، على معاشها، على حاجتها. انت عايزه تروحي معاهم ولا لا؟ لا اهو لا. لا، طب هما هنا ليه؟ ما احنا جايين ياخدوني. بالعافيه؟ انت اخوها، اتحكمت هي اللي واخده الفيس بتاعتها وبتتحكم فيها والكلام ده كله، فدي عايزه تستحوذ عليها. اسم حضرتك ايه؟ يا خلف عرفان. قولي لي يا استاذه حياه. انا اما بنتي ماتت من عنك، مين اتولدتني؟ هي دي اللي اتخانقت معاك. اللي اللي قاعده معايا، يعني بتقبض لي الفلوس، عملت لها توكيل وبتقبض لي. حلو. اما جت عيال بنتي جم من عند ابوهم اتجنت. هذيك تحلي لي مشكلتي. ايه هي مشكلتك؟ مشكلتي اديني الورقه من عند البت دي. انهي ورق اللي معاك؟ اللي معاها توكيلي ومعاها البطاقه ومعاها الفيزا اللي بقبض بيها. وما لهمش دعوه، لها دعوه بيا. ما يقولها تجيني ولا اجي لها. البنت دي تقرب لك ايه؟ بنت اخويا. بنت اخوكي. واتحكمت فيها من ساعه بنتي ما ماتت. عايزه منك ايه هي؟ ايه مستفيده بايه هي؟ مستفيده بالقبض بتاعي. كام؟ بتقبض الله اعلم، انا بقبض معاش ومعاش جوزي. كام تقريبا؟ تقول لي 10000، ده 8000، 9000. هي تقول 6000. قلت لها انت كداب، من كذا سنه، ممكن 30 سنه ولا 40 سنه. وانت ما تعرفيش قبضك؟ ما اعرفش حال قبضك ايه. اوكي. قلت لها هقبض بنفسي واديني ورقي. عشان انت كده هفضل اتحكم فيك لحد اخر يوم في عمرك. قلت لها كداب. لحد كده بزياده 15 سنه انت معذباني. اللي قعدت عند واحده زي حضرتك كده اهوت تيجي تبهدلني عندها. اللي وقفت على حبه عتبه الباب هي اللي تيجي تبهدلني. ادي مشكلتي. ادي مشكلتي. زي المرض كله. جيب لي حاجه تملى الثلاجه وما اعرفش بكام. وتديني 300 في ايدي. 300 ادفع النور وادفع الميه وادفع باخذ الجاز. تعالي معايا. تعالي كده يا حاجه. بقول لك ايه؟ دلوقتي الست دي عايزانا اخدها الاسم. يلا بينا. حلو. يلا بينا. تقول ان انتوا واخدين منها حاجتها اهي غصب. بنت اخوها ودي عمتي. خلاص يا عمتي بقى. وبقالي 15 سنه مسؤوله عنها. ماشي. جت اخر شهرين دولت بنتها جت وبيقولوا عليها جت هربانه. انا ماليش دعوه. اهلا وسهلا وفوق راسي. لا كدابه كده، كدابه كرهتيهم. بصي انا وعلى يد الجيران انا كنت بعملها. انا كنت باجيلها ولا ما باجيلهاش. باخد ضرباتها وبشوف لها ضرباتها. طب دلوقتي انا عندي طلب. حتى لو افترضنا ان انت واخده بالك منها 15 سنه زي ما وانا اللي ضمناها في بطاقه وضمناها في فيزة المعاش وضمناها في كل فوق راسي. انت بتعملي كده ليها ولا لله؟ لله وعمتي. مالك ومالي؟ هعيش لوحدي. عندها 84 سنه. عندي 100 سنه. اسيبها لمين؟ عندي 100 سنه. ردي عليها.
بصي طول ولا حصل اي حاجه. عملت عمليه انا عملت اخدم عمليه حضرتك عندي 4 شهور. النبي يا مدام النبي سكت عليك النبي ابعد عني والنبي اسكتوا عليكم النبي ابعدوا عني بقى لحد كده والله معقوله قدام. ثانيه واحده، هل هي قاصر عشان يبقى في حد مسؤول عنها؟ هي في الحكومه ثواني بس، عاقل قاهل رشيد فوق ال 80 سنه ها. لازم حد يكون لو هو مش سليم عقليا. انا بعقلي وكلمه توديها. لا مش كلمه توديني ولا كلمه تعملني لا مش حضرتك دلوقتي قلت عايزه الاسم، يلا بينا نروح ده هي اللي عايزه. ماشي قلتي انا عايزه. يا مدام يا مدام مش عاوزاها اديني ورق ومش عاوزاها. يلا بينا حضرتك. يا حبيبتي يلا بينا. واحده بتقول لك اديني بطاقتي. لا انا دي عمتي وانا اللي مسؤوله عنها. لا يا مش مسؤولة عني مش عاوزاكي طب ماشي هي مش عاوزاكي خالص مين اللي يبقى مسؤول عنها؟ خلاص لحد كده مش وزيادة عايزه حد مسؤول عنها، ست واعيه. الله واعية. أنا مش النهاردة مجنونة. إيه يا حاجة؟ انا مش مجنونة النهارده ايه يا حاج؟ انا ايه النهارده ايه؟ النهارده الحد كام رمضان؟ 8 8 رمضان. 8 يا 7 يا زي والله. بتصومي ولا لا؟ ايه بتصومي؟ صايمة وصاية وحجيت مين مرتين رئيس الجمهوريه؟ إيه؟ رئيس الجمهوريه مين؟ بتاع ده سيسي طب انا بعمل ايه؟ بتصوريني ليه؟ عشان تجيبي لي حقي كفايه. تجيبي لي حقي مش مجنونة يعني ماشي يا استاذ الله. المصحف بعملها من غير جنان. جوزت ابنك وجوزت بنتك قفلي بالله عليكي عشان كتر خيرك يا عم. بالله انا عايزه سلام بالله عليكي قفلي بالله عليكي وادينا بالله اوراق عليكي انا حلفتك بالله. طب ادوها اوراقها. اسمعي مننا ادوها ورقها. خلاص هسلم ورقها لحد من اهلها يجي ياخدها مني بس. اديها ورقها. الست يا بنتي. حقها انها تاخد مين ورقها. اللي ضامنها؟ انا هي. حد نفسي يا ست لا والله انا حد طب نفسي بصي، مالك تعالي وريني. هم ليه متبنين في الحاجه قوي كده يا حاج؟ تدينا بتجيب لي حاجات مثلا ب 600 ب 500 في الثلاجه وتديني 300 بس والباقي عندها هي. دي عندها حته ارض الحاجه، فدي الوريثه الشرعيه المفروض بتاخوها ليها، فعايزه تقريبا تستحوذ على الحاجه ديت بقى ومعاشها والكلام، وجوزت عيالها على لسان الحاجه. ايوه القصه مش قصه المعاش ابو صلاح ده بس. هي مش عايزه تديكي بطاقتك عشان ما تروحيش تبيعي. بالظبط صح؟ صح ودي قالت حفيدتها 21 سنة وهي سبب المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي. الحاجة عايزة تاخد كل اللي ليها تديه لحفيدتها لأن بنتها توفت. فهي بنتها حفيدتها دي لو جت ضمانتها هي حره. كفايه هي حره يا جدعان. ثواني لا في حاجه. زعلوا لأن الست عايزة تدي كل اللي حيلتها لحفيدتها. الست حياة حرة في مالها وفلوسها وورقها، محدش له عليها كلمة. عندها مشكلتين، حضرتك حليتي واحده منهم ان هي استحواذ بنت اخوها عليها، وبفضل ربنا ثم حضرتك انت كده يعني قطعتي الحبال الاستحواذ بمعنى اصح. هم كانوا مصرين ياخدوها معاهم. مصرين وجم امبارح بشكل وحش قوي في الشارع، جايين بقى يتهجموا عليا ويطلعوا عليا اشاعات اللي انا اللي مستفيد منها وان انا اللي باخد معاه عايز معاشها وعايز اتجوزها وانها بتبيع ذهبها عشاني. لما رحت انا مصور الكلام دوت طبعا قلت لهم وجايين يعتدوا عليا، قلت لهم خلي بالكم في كاميرات في الشارع، واتصلت بالنجده 3 مرات عشان قلت لهم بيني وبينكم القانون. الحمد لله اخويا راح جابها وجه، بس هي قالت قدام الشارع كله انتوا جايين تخطفوني انا مش عايز اروح معاكم. قولي لي تعالي. احكي لنا برضه موضوع هل انت في حياتك قصه حب بجد؟ ايه انا ما بسمعش اصلا بس عامله عمليه في وداني. في حياتك قصه حب؟ حب مش بتاعت حب انا دلوقتي. ايه؟ بتاعت حب ايه؟ حب العيال بنتي بس يعني والحبايبي دول. ما فيش في حياتك قصه حب؟ لا ليه بس كده؟ رومانسيه. لا يا ماما بحب دول ده بحب حبايبي دول. يعني مش هتتجوزي ابراهيم؟ فين العريس؟ لا يا ماما العريس راح فين؟ هتجوز ابني لما دول ابني ومحمود من دول ابني وهو ودي من دول اختي. يعني ما فيش قصه حب؟ ما فيش حب دول بس. بصي يا حاجة اخذت فلوسها شغلتهم هي وجوزها على سبيل الامانه لعيال بنتها، لما ظهروا عيال بنتها بقى خلاص كبروا دماغهم مشيت فعايزين بقى يستأصلوها. القصة الوحيدة اللي موجودة تهديد حفيدتها بالانتحار، زي ما أمها ماتت منتحرة وأخوها كمان مات منتحر. يعني متوفتش قضاء وقدر. لا مولعه في نفسها برضو بشهاده الشارع. ابنها اللي احنا سمعناه ابنها البكري متوفي منتحر اللي هو حماده. البنت لما جت تمشي قالت نفس اللفظ،
لو مشيت مع ابويا انا هولع في نفسي، هعمل زي ما امي ما عملت. وجت مرات ابوهم ضربتنا كلنا يعني ضربتها وخدتها منها وخدتها من حضنها، انا وبدافع عنهم راحت ضرباني انا كمان. مرات اب شرسه شرسه شرسه. البنت عندها 21 سنه بسم الله ما شاء الله، لكن محبوسه في البيت. ما تعرفش حاجه عن اي حاجه. محبوسه ملهاش. البنت لو حضرتك قعدت اتكلمتي معاها كانك قاعده مع بنت 10 سنين، مع ان سنها المفروض 21 سنه بس كعقليه. شكليا لما عقليا تاخدي وتدي معاها تيجي تقربي البنت تجز. فانت لو قعدتي تتكلمي معاها لا، انت كانك بتتعاملي مع طفله 10 سنين محبوسه ما تفهمش حاجه عن حاجه. الكلام اللي بيقولوه صح. يضربوني ويبهدلوني وقفل على كانت حرمانه من الاكل. مقهوره من مرات ابوها. هي بقى عايزه تاخد حاجتها من بنت اخوها وتدي الاء بس. يا حرة. مش عاوزه كده لا. مين اللي مش عاوزه كده؟ مدام راسا بنت اخوي. احنا برضو يعني انا عشان تابع سعيدي ما ينفعش اللي هيخش لي بيت هقول له لا ما تجيليش. اول ما دخلت الشارع بيها راحت مزعقه مع الناس دي بقى اللي هي رشا واللي معاها دي مرات اخوها على فكره مش قريبتها. اللي مش عايز تتصور دي اصلا مش من عيلتها اساسا. يعني هي تبقى مرات اخو رشا. يعني مالناش دعوه بالموضوع. هي مالهاش دعوه. يعني انت هنا بتعملي ايه؟ بالظبط صح؟ بالظبط اللي هي مش عاجبها التصوير اصلا، مش من العيله، مش من عيلتهم. مش محارب مع اول مره اشوف ما اعرفهاش اساسا. ما شفتهاش. يعني هي المفروض ما تجيش. يعني هي المفروض اسم الله عليك. اخو رشا يقول دي عمتي دي مراته اللي هي رافضه التصوير، يعني ملهاش علاقه اصلا بالحاجه. يعني كويس ان انتوا مدخلينها البيت. طبعا. ايه اللي يمنعك انك تعملي محضر رسمي بسرقه بطاقتك؟ مش عاديه ياخدوني يودوني. ما تفهم. وده صورة العقد. طب ما تعملوا كده. عقد الارض رحت بتاعتها. سالت في الاسم قال لي 9 الصبح الحاجه تبقى موجوده. طب خلاص 9 الصبح تروحي. ماشي. اقفي معايا الله يبارك لك في صحتك وفي عافيتك. عينيا. ويخلي لك ولادك. عينيا. الله اديني بس يستر. محضر الاسم. الله يأتينا بحضر من الاسم. الله يبارك لك. اتفق. والنبي ما تعيطي. خلاص يا حاج. مشيت من عندها ودعيت ربنا يقدرني أخد لها حقها وأرجع لها ورقها. الحمد لله ربنا استجاب، وبكرة هنفرح مع بعض كلنا بحق الحاجة حياة وهو راجع ليها.